السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وان شاء الله فيديوهاته تعجبكم. النهاردة هعمل معاكم أكلة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد مننا أي وقت خالص، وهتعجبكم وهتعجب الولاد. هعمل رز واحدة وواحدة، وهعمل كفتة داود باشا بالبطاطس. تمام. معايا هنا بطاطس، يعني بطاطستين تلاتة أنا بقطعهم مكعبات، ومعايا بصل، ومعايا لحمة مفرومة. هقطع البطاطس بالشكل ده كده، او اي تقطيعة تحبيها. بشكر الناس اللي دخلت عندي في القناة جديد، وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم. بس انا زعلانة منكم، الفيديو اللي فات مشاهدته مش حلوة خالص. اتمنى اللي ما شافوش يدخل عندي يشوفه، وما ينساش يحط اللايك وتعليق منكم كده حلو. تمام. هقطع كمية البطاطس بالشكل ده مكعبات. معايا بقى هنا جبت الكبة، هفرم فيها البصل. انا عملت برضو الوصفة دي قبل كده معاكم في القناة، بس من بدري شوية يعني. هفرم كمية البصل اللي معايا. تمام كده. خلاص، هنا انا فرمت كمية البصل اللي موجودة. هحط عليها ملح وفلفل اسود وشوية بهارات لحمة. بس هي دي التوابل اللي انا هحطها النهاردة. الاكلة النهاردة سهل جدا وبسيط وما بياخدش وقت خالص يعني. نص ساعة وكان الاكل خلص. هدعك بقى التوابل بالبصل كده بايدي. ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة. حطيتهم على البصل والمفروم يعني. وخلاص دعكتهم بايدي، هنزل بيهم على اللحمة وهقلب ده كله كده مع بعضه. اللحمة وبصل ملح وفلفل اسود وشوية بهارات. ودعكت كله مع بعض، قلبته كله. جبت بقى هنا الطماطم الاول اعمل التسبيكة، وبعد كده هعمل الكفتة معاكم. اللي حطيت طماطم في الخلاط بضربها. برضو اللحمة المفرومة لو في يعني انا بحب فيها بقدونس او كزبرة خضراء. بس ما كانش عندي بصراحة، فما حطيتش. لكن لو عندك ممكن تحطيها، بتديها طعم وريحة حلوة جدا. اهي هنا بعد ما حطيت عليها البصل وقلبت كله بعضه، ده شكلها. والطماطم بضربها في الخلاط. جبت حلة عندي بقى على النار، اسيبها تسخن واحط فيها شوية زيت. اهو. هنا انا بعمل التسبيكة الاول عشان اسيب البطاطس فيها تستوي عقبال ما احمر الكفتة. اصبع الكفتة. هعملها كور صغيرة. وهحمرها الاول في الزيت. عقبال بقى ما البطاطس تستوي في الصلصة. حطيت هنا فصين توم مفرومين على الزيت. وهحمرهم، عايزة لونهم ذهبي. مش عايزاهم يغمقوا، يعني انا عايزاه لونه ذهبي. تمام. هنا ده اللون اللي اخد اللون الذهبي معايا، نزلت بيها بالطماطم بعد ما ضربتها. تمام. هحط بقى فيها ملح وفلفل اسود، مش هكتر عشان انا حاطه في الكفته التوابل بتاعتي. بس ده هنا انا بحدق الصلصه بتاعه الطماطم. كده الملح والفلفل الاسود. هديها بس غلوه واحده، بس هنزل بقى بالبطاطس اللي انا قطعتها مكعبات. هحطها فيها. هنا بقى هسيب البطاطس تستوي، مش عايزاها تستوي تتهري، لا يعني تخش بس في السوا. عشان ننزل فيها في الكفتة يعني تاخد غلوتين معاها. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك.
عايزة اشوف تعليقاتكم الحلوة واشوف المشاهدات على الفيديو. هنا خلاص انا حطيت البطاطس بقى في الصلصة، هسيبها تستوي. وبعدين جيت هنا على الكفتة هكورها، هعملها كور صغيرة. مش عايزة الكور كبيرة، عشان بس ايه يعني اللي ياخد الرز بالمعلقة ياخد الكفتاية على بعضها ما يقطعش. هنا بقى اكور كل الكمية اللي معايا. تمام، هكور بقى الكمية اللي معايا كده، انا عملتها كلها خلاص. دي الكمية اللي موجودة. هبتدي بقى احط طاسة فيها زيت على النار، وهحط الكفتة بقى احمرها. عايزة بقى اديها لون حلو بس كده، وهي مش هتفك معانا خالص في الصلصة، تبقى كور زي ما هي. تمام، هنا اهو بتبتدي تاخد لون معايا. بصوا اللي هناك ده انا خلاص حمرتها وطلعتها. بطلع واحط كمية تانية مكانها. خلاص هحمر بقى كل الكمية اللي معايا. هنا انا نقلت الصلصة في الحلة اللي هناك، ونقلت الكفتة برضو تتحمر في عين تانية. على العين دي هحط حلة فيها شوية زيت، عشان هعمل رز واحدة واحدة. تمام، هسيب بس الزيت بقى يسخن، وهنزل بيه بنص كمية الرز. مش هحط الكمية كلها مرة واحدة، لا انا هحمر نصها، والنص التاني هحطه ابيض. وكلنا عارفين بقى طريقة الرز. هنا بقى هفضل احمر فيه، عايزة لونه يبقى حلو كده وذهبي. هنا هو اخد اللون اللي انا عايزاه، مش عايزاه يغمق اكتر من كده. هنزل بقى دلوقتي هنزل بكمية الرز التانية، وهحط عليه الملح والمية بتاعتي. هنا الرز بعد ما اتشرب بوطي عليه واسيبه بقى يستوي. تمام كده. وهنا الكفتة حمرتها كلها، والصلصة هنا على النار. البطاطس دخلت في السوا خلاص، فاضل لها سنة بسيطة. هبتدي انزل بقى ايه بكمية الكفتة كلها، تاخد غلوتين اتنين وخلاص. على كده مش هسيبها وقت كتير تغلي. خلاص انا بنزل بقى بالكفتة، هسيبها غلوتين اتنين بس، مش هسيبها تغلي كتير. وخلاص هيكون الاكل معانا خلص النهاردة، ان شاء الله يعجبكم. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت قرن فلفل سبايسي في الصلصة. تمام، هنا بعد ما الاكل خلص. ان شاء الله هيعجبكم. جربوا الوصفة دي، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة، وتحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.